السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فعلا وحشتوني من الفيديو اللي فات اللي بقاله كتير. فعلا انتوا وحشني جدا جدا جدا. يا رب اكون وحشاكم زي ما انتوا وحشني. عاملين فيديو حلو جدا جدا جدا. سيرم بقى نياسيناميد، هيرونيك اسيد، فيتامين سي. يعني سيرم ليلي هتستخدميه، صدقيني ممكن تستغني عن بعد كده عن اي منتج غالي انت بتجيبيه. بصوا، طبعا هو لونه مش شفاف قوي عشان انا عامله فيتامين سي ومعاه لبان طاقة، بحيث ان انا يعني يبقى سيرم كده لامم كل حاجه. يعني لامم شد، لامم ترطيب، فيتامين سي، مضاد للاكسده. بصي شامل كل حاجه. انا بس عايزه اوريكي الجمال بتاعه، شكله عامل ازاي. بصوا، طبعا هو مش شفاف قوي عشان لبان الطكر. لو انت عاملاه ببرتقان بس او عاملاه بميه هيبقى شفاف معاكي اكتر من كده. بس بصي عامل ازاي، ده لسه كمان تمن نص ساعه. بصوا الجمال، بص عامل ازاي. انا عايزه اوريكي، بصي بصي، ما تحسيش ان انت حاطه اي حاجه. انا بس عايزه يعني هو على تاني يوم هيكون احلى، بس انا بحب انزل لكم الفيديو بدري عشان تبقوا شايفين ايه اللي احنا عملناه. وحته بقى بصوا، حته ان انا اكمله، يعني الجزيئات اللي ما دابتش دي هبقى انا اكملها بعد كده. بس المنتج فعلا فوق الرائع، جربيه وصدقيني مش هتندمي. طب مش عايزين نتكلم كتير، عايزين ندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. انا معايا هنا خلاصة برتقان والبان تكر. بصوا، بس هنا سخن. بصوا انا بعمل ايه، بجيب البرتقان ببشر، سواء عايزه بقى تنشفيه او فريش، ده فريش. انا بجيب البرتقان او الليمون وببشر القشره البيضه الخارجيه وبحتفظ بيها في الفريزر كده فريش. هوريكم شكله. بصوا بيبقى محطوط كده فريش. عايزه بقى اعمل وصفات او كيكه بتاخدي منها بيبقى حلو جدا، سواء برتقان او ليمون او يوسفي حتى. خلاص، فانا عملت ايه، انا خدت شويه حلوين من بشر البرتقان، وخدت مع البان تكر عشان يبقى فيتامين سي ويبقى شت، يعني يبقى تفتيح وشت معايا. وحطيت لهم ميه دافيه، وحطيت الماده الحافظه، وقفلت البطرمان وسبته. ممكن زي ما هو كده تاخديه، ده يبقى بخاخ ليل ونهار، يعني في اي وقت كده تبخيه على بشرتك هيبقى حلو جدا جدا جدا. خدت منه 100 جرام. خلاص، ممكن تعمليه عرقسوس، ممكن تعمليه رمان، ممكن تعمليه البان تكر بس. الخلاصه اللي انت عايزاها او ميه عادي. معايا ايه هنا بقى، معايا جرام يوريا، ومعايا جرام الانتوين منع تحسس، ومعايا جرام الفا البوتين، ومعايا 4 جرام فيتامين بي 3. انا مدفيه الميه هنا معايا او الخلاصه معايا عشان كل دوت يدوب معايا. هيدوب معايا وهيشف معايا. هتلاقي الخلاصه بتاعتك، لو مش حاطه البان تكر هتلاقي الخلاصه بتاعتك هتبقى شفافه عن كده. لكن لبان التكر طبعا بيديني لون، بيدي بياض شويه، فعشان كده هتحسي ان اللون بتاعك مش شفاف قوي. الريحه بقى ما اقولكيش، ريحه لبان التكر مع البرتقال تحفه. بصي اكننا محطناش حاجه، بصوا بقى شفاف ازاي، اكننا محطناش اي حاجه. بصوا حبايبي، معانا لانونين مائي. بصوا انا عايزه جرام، كده اهو جرام هيدوب معانا. كده كده هو بيدوب، هو اسمه مائي عشان بيدوب في الميه، وكده كده الميه بتاعتي دافيه فهيدوب معايا بسرعه. طبعا احنا الجو ساقع جدا، فهو تحسي ان هو ايه، ماسك نفسه شويه. بس بصوا اهو ابتدى يدوب معانا. اهم حاجه ان احنا ندوب كل حاجه كويس جدا جدا.
بصوا يا حبايبي كمية الترطيبات اللي احنا حاطينها، ان كان بي 5 اللي هو نياسيناميد، وهنحط اسفة بي 3، وهنحط بي 5 اللي هو بنسينول، وحاطين يوريا والفا اربوتين. يعني احنا حاطين يعني حاجات حلوة جدا جدا للترطيب، لشت التجاعيد، وطبعا لبني الطاقة ده تحفة، لملء الفراغات اللي موجودة، مش فراغات، اسفه في التعبير، ملء البشره، ولو في اي خطوط عندك رفيعه هو هيملاها. انا عايزها جرام من بي 5، وهو هيدوب معانا. دي ميزه ان هي الخلاصه معايا دافيه، عشان كل حاجه هتدوب معايا بسرعه. انت متخيله كميه الفيتامينات اللي انت حطاها وكميه المرطبات اللي انت حطاها؟ بس طبعا تلايلي ما يتحطش بالنهار، يعني ما تحطوش وتنزلي، هيفتح معاكي، هيشت معاكي البشرة واحدة واحدة كده. ان كان في خطوط رفيعة هيخفيها، هيبتدي يملاها. بصي داب معانا، وصفة حلوة جدا جدا جدا. انا قلت لما هجيب الخامات هنعمل بيها وصفات كتير، بس انا بعمل الوصفة ليا الاول وبجربها انا واللي حواليا، ولما بشوف النتيجة النهائية عاملة ازاي بقوم مصورة الفيديو ومنزلاه لكم. بصوا يا حبايبي كل حاجة دابت معايا خلاص، انا اتأكدت ان كل حاجة دابت، والخلاصة بتاعتي فيها المادة الحافظة، فانا مش هحط. لو انتي لسه عاملة الخلاصة بتاعتك هتحطي نص جرام بيكرور اللي هو WS1، وهتحطي نص جرام فينوكسي. اخر حاجة هحطها جرام هيرونيك. طبعا هو ما بيدوبش، ده جزيئاته كبيرة، ده ما بيدوبش بالتقليب، بيدوب معانا بالنقع. هديله تقليبة. انا بس عشان التقليبة اللي بعملها، بصوا عشان الكتل دي انا مش عايزاها، هو كده كده هيدوب معانا. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، احنا ممكن نعمل ميكس بين الجزيئات الصغيرة والجزيئات الكبيرة. الجزيئات الكبيرة بيدينا جل، لكن الجزيئات الصغيرة بيتغلغل اكتر في البشرة، فممكن تعملي ميكس بين الاتنين. انا هسيبه بقى كده يدوب كده مع نفسه شوية، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، انا بره الكاميرا حطيت حوالي نص جرام كده فيتامين اي او كبسولة، يعني لو عندك كبسولات حطي كبسولة، خلاص دي اختياري، يعني دي حاجة ترجع لك انت. بصوا بقى الجمال. قبل ما انسى، احنا البي اتش بتاعنا من 5 5 ونص 6. طب انا قست البي اتش بتاعي ولقيته عالي، يعني نقطتين كده محلول ملح ليمون هيظبط معاكي. بصي بقى الجمال، بس عامل ازاي ده كمان لسه لما هيقعد، يعني ده كده بعد نص ساعة، لسه كمان لما هيقعد اكتر هيتقل معانا اكتر، يعني تاني يوم هيتقل معانا اكتر وهيشف اكتر. يعني بصوا لو خدتوا بالكم كده من الحتة اللي فاتت كان في حتة صغنطوطة لسه ما دابتش، بس بصوا الوصفة جميلة جدا جدا جدا. بصوا في حتة لسه ما دابتش، على تاني يوم هيكون تحفه. اوقات كتير بنزل لكم الفيديو ويكون في يعني رطوش صغيره ما خلصتش، عشان بس انا حابه ان انا اوريكي المنتج عامل ازاي. طبعا 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 شيء اساسي، لو انت عامله المنتج دوت تجاري، في عبوات معينه كده بتتجاب، اللي هي اللي عامله زي القطاره كده، حلوه جدا جدا. انا هرجع تاني واقول لكم العبوات اللي انا طالباها لسه ما جاتليش، مش عارفه في ايه، شكلي انا اللي هنزل اجيبهم، فلسه العبوات ما جاتليش، فانا بشتغل باللي موجود عندي. طب انت عاملاه في البيت حطيه في اي عبوه، يعني عبوه جونسون قديمه عندك، بخاخه، لو عندك قطاره، يعني حاجه مثلا اي منتج كده كبير فيه قطاره، بس يفضل يعني دي نصيحه شخصيه، حطيه في حاجه ازاز. بحس ان اوقات كتير انواع من انواع البلاستيك بيتفاعل،
فلو حطيتيه في حاجه ازاز هيجيب معاكي، يعني مش هيتفاعل وهيكون حلو جدا. ان شاء الله ازازه دواء عندك قديمه ازاز، اغسليها كويس جدا ورشها رشه كحول، عقميها وبعد كده حطي فيها المنتج، مش هيحصل له اي حاجه. ده بيتحط بالليل بس قبل ما تنامي، بتنضفي بشرتك. بصي اهو لسه في حتت اهي ما دابتش. بتغسلي وشك كويس جدا جدا، بتنضفي وشك بقى بالغسول او بالتونر ده على فكره، يعني ده كده انت ممكن تستخدميه تونر، تغسلي وشك تنضفي بشرتك كويس جدا وبعد كده تحطيه على بشرتك. واهم حاجه اي منتج تكوني بتحطيه على بشرتك بتحطي منه على رقبتك، عشان يبقوا زي بعض، ما يبقاش بشرتك صافيه ورايقه ورقبتك لا. يا رب وصفة النهارده تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.